شفت فيديو نرفزني جدا هو فيديو متخلف فحبيت اعلق عليه بسرعه. الناس بعضهم مش قادر يستوعب ليه المصريين لما راحوا السودان ويلعبوا ماتش كوره فوجئوا ببعض الجزائريين بيشتمونا بيقولوا علينا يهود او صهاينه. البعض مش فاهم ليه هم في ماتش كوره حطوا لوحات يفتحوا المعبر اللي هو بيننا وبين غزه. يعني البعض مش فاهم بعد كل اللي بيحصل دوت في اخر 5-4 سنين في حد لسه مش فاهم؟ ده يبقى في منتهى الغباء لو في حد مش فاهم. إذا كان في أمريكان هنا مش مسلمين بيسألوني بيقولوا لي هي مصر مسلمة دولة يعني ناس مستعجبة من كتر الأفعال اللي بتعملها مصر في آخر 5 سنين ومساعدتهم لإسرائيل طول 22 يوم هم بيضربوا في غزة والحصار وكل ده، والبعض لسه مش فاهم. صباح الفل يعني. البعض مش مستوعب ايه اللي جاب اليهود الصهيونية والمعبر الى هذا المكان. هي دي نتيجة لما فعلته الجزيرة على مدى سنوات تجاه الجزيرة هي اللي فعلت ده، يعني مش أفعالكم ولا أفعال أبو غيطكم وأحمد أبو الغيط ولا الأفعال السياسية وضرب المتظاهرين وضرب الأكتيفيست اللي راحوا في مصر ومنع الحدود وكل حاجة ورا حاجة بتعملوها. الجزيرة هي اللي فعلت، يعني انتوا ما فعلتوش حاجة ومفيش معابر مغلقة والجزيرة هي اللي فعلت. الدولة المصرية، ولا أقول الحكومة المصرية عشان احنا بنهاجم الحكومة أكتر مما الجزيرة بتهاجم. برافو. ناس كتيرة ممكن تهاجم الحكومة، عندك علمانيين بيهاجموا الحكومة، ليبراليين بيهاجموا الحكومة، ملحدين بيهاجموا الحكومة. مش شطارة مهاجمة الحكومة، المهم بتهاجم حكومتك أو بتنتقد حكومتك بناء على إيه؟ عن وطنية وعلم ولا عن نابع إسلامي وعروبي؟ هي دي الفرق. حكومة 1000 مرة ودفعنا الثمن في مهاجمة السلطة في مصر برافو. أكثر من مرة. إنما الجزيرة كانت تستهدف الدولة والشعب والسمعة والمكانة في مصر. نظرية البسيطة: العالم العربي بلا مصر يساوي قرابة الصفر. طيب برافو عليك. العالم العربي يساوي صفر بلا مصر. يعني أنا لما بهاجم أو لما بنتقد مصر بنتقدها علشان هي العصب، هي العصب. لما العصب ده بقى يكون خربان ومسوس ومخوخ تبقى مصيبة. فطبعا من واجبنا ان احنا ننتقد ونناشد عشان العالم تفوق، عشان لما العصب هيكون خربان يبقى الكل هيبقى خربان. يبقى ما ننتقدش ولا ما ننتقدش؟ اديك انت جاوبت على نفسك يا فالح. اذا فالمعركة هي مصر. اسحق مصر تضمن انسحاق الأمة العربية. مش اسحق مصر، فوق مصر، فوق مصر. هذا جزء اجتهادي من مشروع الجزيرة الرئيسي الذي يواصل في اجتهادك الآن تنفيذ خطواته عشان نقاط سريعة. فكر بعقل ومنطق، ما تقولش أنا بفرض وجهة نظر. رقم 1: دور الجزيرة في أحداث 11 سبتمبر. ايه دور الجزيرة في مال الجزيرة ومال أحداث 11 سبتمبر؟ مركز التجارة العالمي اتدمر في أمريكا، ما فيهوش بطولة، ما بعتناش صاروخ ضربه. مش ده في وجهة نظرك انت يمكن ما فيهوش بطولة، بس عند ناس تانية كتير ممكن يكون في ليهم بطولة. العراق أثناء الحرب ضرب، مش أفغانستان أثناء الغزو ضربت، لا، دول ناس قاعدين في عمارة طيارة خبطت فيهم فالمبنى وقع. ما فيهوش بطولة ولا جسارة عظيمة، بالعكس فيه خسة ولا تشرف فاعله ويحرمه الإسلام لأنه. مين انت عشان تقول يحرمه الإسلام والكلام ده؟ في 1.5 مليار مسلم، في نص أو عالم كتيرة من المسلمين بيعتبروا ان ده حدث بالنسبة لهم أفاد الإسلام وما فيهوش خسة وما فيهوش حاجة ولا الكلام ده اللي انت بتقوله. ضرب لمدنيين، حتى لو احنا اللي عملنا كده. ضرب لمدنيين والمدنيين بتوعنا في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان ما اتضربوش. حتى لو احنا وصلنا الباشمهندس عطا وبوسناه كده ومع السلامة وربنا يوفقك ويلا اضرب، نطلع نقول ما حصلش. ده في أنهي إعلام ده بقى؟ ده في إعلام عندكم انتوا في مصر بتاع 2.5 وتعالى وبص. يعني حتى بيقول لك حتى لو عملنا كده نقول ما حصلش. ده إعلام ايه الكفتة ده؟ لأن الغرب كان في انتظار عدو.
ولولا الجزيرة الغرب ما كانش هيلاقي العدو ده. يا حلاوة. طب وايه دخل لو الغرب عنده اجندة شغال عليها من سنة 93 بيحضروا في الموضوع ده و94، الجزيرة هي اللي كانت بتحضر معاهم مع الغرب. هذا الاتحاد السوفيتي، وكان الكل هناك يفكر في الإسلام عدوا للغرب ليجدوا المبرر لضرب الإسلام والمسلمين، وأن تكون الحضارة الإسلامية مرافضة للإرهاب والتخلف. مين اللي لبسنا الجريمة؟ لبسنا الجريمة. انت بقى اللي فضحنا وطلع أسامة بن لادن وقال فعلها المسلمون يعني مش جورج بوش اللي قال فعلها المسلمون مش CIA، مش الأوروبيين، الجزيرة هي اللي قالت. القاعدة الجزيرة وليس غير الجزيرة هي من قدمت أسامة بن لادن وأيمن الظواهري وتنظيم القاعدة أننا فعلناه، عشان لو حد فكر يمين شمال والله ما عملنا. الإسلام دين محترم ودين حنيف وليس إرهابا ولا إلى ذلك. الجزيرة لأ، أرجوك. إيه الهبل اللي أنا بسمعه؟ الجزيرة هي اللي لبستنا. يعني الإعلام الغربي بكل قنوات وإعلام أمريكا بكل قنواتها ما لبستهاش لأسامة بن لادن وما قالتش ليل نهار بالكلام ده. كانوا مستنيين الجزيرة. عشان كده بوش كان ضرب مكتب الجزيرة في العراق. عشان كده الجزيرة فضلت لسنوات عديدة ممنوعة من أمريكا، وكان كل ما حد حتى بيستخدم لينك لخبر من الجزيرة كان الأمريكان كلهم بالنسبة لهم الجزيرة دي قناة إرهابية، وكان معمول لها سمعة. ده هو فين وفين لما في 2006 في 2005 والجزيرة ابتدت تبقى على اليوتيوب والامريكان ابتدوا يشوفوها ويعرفوا انها مش قناة ارهابية زي ما الاعلام الغربي والاعلام في امريكا كان مانحها ومصادرها ومعتبرينها قناة ارهابية. تبقى ازاي بقى الجزيرة هي اللعبة دي؟ طب ما كانوا مانعينها ليه لما هي بقى بتهدف لاهدافهم يا فالح؟ فلبستنا على الفور هذا الموضوع. الجزيرة لها مصلحة والقاعدة لها مصلحة وامريكا لها مصلحة. امريكا وجدت عدو المسلمين الارهابيين. يعني من غير الجزيرة الامريكا ما كانتش وجدت عدو. جميل. والجزيرة بقت قناة عالمية، وتنظيم القاعدة يساعد يهناه من تنظيم قد كده بقى بيهز العالم والكل بيتفرج ويستنى سيديهاته ومسجاته ومكالماته. ولما جه الرئيس اوباما هنا وقال يا جماعة الاسلام دين محترم ودين راقي ودين انساني، لم تلتفت الجزيرة إطلاقا إلى هذا الخطاب. الحمد لله. طبعا من الغباء والعبط لأي مسلم إنه يصدق أو يشتري الزلابية اللي كان بيبيعها أوباما في القاهرة. ده يبقى تخلف لو في مسلم فعلا أكل الزلابية بتاعت أوباما دي. 2. سقوط أفغانستان. إيه؟ سقوط أفغانستان؟ عايز تحمل لا تعليق يعني. عايز يعني مش الجيش الامريكي مش بوش، الجزيرة هي اللي اسقطت افغانستان. قعدوا يغنوا افغانستان الجهاد الكفاح لغاية ما اسقطوا حركة طالبان الاسلامي. نجحت الجزيرة بعد النجاح في 11 سبتمبر في ان تسقط دولة افغانستان المسلمة. 3. العراق. صدام حسين كان على وشك تسوية، يخرج هو وعياله. الجزيرة نفخت بقوة. أنت القوة السادسة في العالم، أنت القوة الرابعة في العالم. العراق يستطيع أن يواجه، ونفخ ورا نفخ ورا نفخ. لما حصلت الكارثة يعني صدام حسين بكل مخابراته بكل أجهزته بكل هو رئيس الجمهورية في العراق ما كانش هو سمع كلام الجزيرة، كان قاعد مستني كده جنب التلفزيون لحد ما الجزيرة قالت له لا أقاوم، فراح مقاوم. خرج العراق كله من التاريخ، لا صدام ولا شيعة ولا صدام. الجزيرة ما كانتش بتفضح الأمريكان في العراق. الجزيرة ما كانتش بتنشر كل الجرائم اللي كانوا بيرتكبها الجيش الأمريكي. أما الأمريكا كانت مولعة عليه من الجزيرة وضربت المحطة بتاعتها في العراق. desperate يعني خلاص الاستقتال وصل لدرجة إنه بيترجوا المشاهد إن هو بص علم إسرائيل جنب علم الجزيرة. طب ما أنا ممكن ألف عليك تأليفة وأقول لك إن قناة دريم بتاعتك ديت إنها قناة الإسلام ودايما بتنشر بتجيب الليبراليين والملحدين والعلمانيين زي جمال البنا
وسيد القمني، جمال البنا وسيد القمني والناس ديت، ودايما بتجيب المرتدين عن الاسلام، وانت مجرد حاقد على قناة الجزيرة، ولانها بتصحي الضمير العربي وبتصحي الناس وبتفوق الناس في مصر، وانت ده مش من مصلحتك لان قناتك بتحاول تدمر الاسلام. اهو لبستك تهمة. نهار والأمة الإسلامية منشغلة بلقاء خالد مشعل ولقاء محمود عباس. ولو بدون الجزيرة ما كانش القدس هينهار ولا الأمة منشغلة. يعني كان مبارك بتاعكم وأبو الغيط المسلم الشريف أبو الغيط كان هيعمل حاجة. يعني الجزيرة هي اللي شغلت الناس بخالد مشعل وبفتح وبحماس، بس غير كده مصر ما بتعملش حاجة. وحكومتكم والضغط على حماس وكل الحاجات دي، مصر هي يعني كانت هتوقف كل حاجة. صح؟ كلام عبيط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.